ايه اللي بيحصل في الزمالك الفترة الأخيرة دي؟ كله عايز يعرف ايه الأحداث اللي دايرة في نادي الزمالك، مين المدير الفني، أسامة نبيه ولا فيريرا؟ مين اللي قاد مباراة فاركو؟ أسامة نبيه ولا فيريرا؟ ليه فيريرا كان قاعد على الدكة وأسامة نبيه اللي واقف على الخط؟ كل الحاجات دي اللي بتدور في دماغ أي زملكاوي دلوقتي. طلع قرار من مجلس إدارة نادي الزمالك اللي فيريرا خلاص هيمشي وأسامة نبيه اللي هيمسك الإدارة الفنية لنادي الزمالك. وبالفعل أسامة نبيه المباراة اللي بعدها كانت مباراة فيوتشر، لعب المباراة هو اللي دار الفرقة، الزمالك فاز. فوجئنا بعد المباراة اللي كابتن أسامة نبيه قعد مع المستشار مرتضى منصور في قناة نادي الزمالك وبيقول أنا برحب بعودة فيريرا. تاني يوم لقينا المستشار مرتضى منصور بيقول إيه، احنا دلوقتي بنخلص اللي فيريرا يرجع تاني. خلاص ماشي. فوجئنا طبعا في ماتش فاركو اللي فيريرا في الملعب. طب الحمد لله فيريرا قاعد على الدكة، أسامة نبيه هو اللي واقف. طب من امتى أسامة نبيه بيقف على الخط وفيريرا اللي بيقع؟ ارجع كده بالذاكرة تاني لماتش أسوان. ايه اللي حصل في ماتش أسوان؟ فيريرا كان واقف على الخط، أسامة نبيه كان قاعد على الدكة. طبعا هنا أسامة نبيه قام يحمس لعيبة الزمالك وقام يتكلم معاهم، قام جه فيريرا حرجه ومقعده قدام الجهاز كله ومالكش دعوة، ما تقفش انت على الخط تتكلم. الناس كلها عارفة الواقعة اللي حصلت دي. تمام كده. ارجع بقى الماتش فاركو تاني بقى. ايه اللي حصل؟ أسامة نبيه هو اللي واقف وفيريرا على الدكة. السيناريو اللي حصل ده الناس كلها تقول يعني انتوا مرجعين فيريرا ومقعدينه على الدكه عشان خاطر اسامه نبيه ياخد حقه من الموقف اللي عدى؟ هو ده التفسير الوحيد للموقف اللي فيريرا كان قاعد واسامه هو اللي واقف على الخط. بيترجع حق اسامه نبيه اللي انت اللي واقف اهو، فيريرا اللي قاعد ومش عارف يتكلم. كل السيناريو ده بيدل على ايه؟ ان رجوع فيريرا نادي الزمالك تاني كان بسبب الشرط الجزائي اللي هم اتكلموا معاه اللي هو يمشي ويحلها ودي وكده. قال لك لا، ما ينفعش الكلام ده، انا ماضي معاكم شرط جزائي في العقد وانا عايز اخده حقي. طبعا رئيس نادي الزمالك او اداره نادي الزمالك حسبتها كده كده الجمهور عايزه، كده كده الجمهور بينادي عليه كل ماتش. طب ماشي يا عم تعالى واحنا نعرف نزهقك، والله اعلم. الشكل العام بيدل على كده. طب فيريرا عمل ايه؟ فيريرا معلم قعد على الدكه. دير يا عم اسامه، لعب كل لعيب في مركزه يا عم اسامه براحتك، فرجني على الفرقه يمكن انا غلطان، مش عيب اتعلم. وفيريرا قعد يتفرج على الماتش واتفرج على الزمالك وهو بيتغلب 3-0. طب فيريرا كده وصل لنا رساله. اه وصل لنا رساله، وصل لنا رساله اللي هو ده الكواليتي بتاع لعيبه الزمالك. مش انا اللي داير اهو، انا قاعد على الدكه ورا بتفرج. من اهم اسباب خساره نادي الزمالك امام فاركو قعاد فيريرا ورا اسامه نبيه. طب انتوا عارفين لو فيريرا كان قاعد فوق في المدرجات وبيتفرج على اسامه نبيه تحت، واسامه نبيه عارف ان كل حاجه هتيجي من دماغه هو، كان اسامه نبيه بدع في الماتش ده. ليه؟ انا دلوقتي مدير فني واقف، انا اللي ماسك الدنيا وانا اللي داير، بس حاسس اللي في اتب ورايا، في مدرب قاعد تاني، البروف قاعد ورايا. هجيب منين التركيز للمباراه؟ هركز مع المباراه ولا معاه؟ طب انا عايز اغير حاجه، اغيرها من نفسي ولا لازم اروح اكلمه؟ ما انا طلعت قدام الناس قلت اللي انا برحب بعودته. ربنا يستر يا جماعه على نادي الزمالك الفتره القادمه ان شاء الله، داخلين على بطوله افريقيا. ربنا يستر على نادي الزمالك، تحس ربنا ما يقطعها عاده لنادي الزمالك. يعني تلاقيه يكون ماشي كويس في شهر 12، تلاقيه في اول شهر واحد ازمات، هوب اتغلب ماتش، هوب قابل الاهلي اتغلب، هوب مش عارفه ايه، الدنيا وقعت. ربنا ما يقطعها لهم عاده وتلاقيهم داخلين على افريقيا وتلاقي الدنيا بايظه والفرقه فيها مشاكل والفرقه فيها حوارات والمدير الفني والدنيا متدربكه وازمه القيد. لازم ربنا ما يقطعها عاده لنادي الزمالك، احنا اتعودنا مع نادي الزمالك على كده. والله بقى ربنا كتب لنا خير بعديها يعني، وكملنا وخدنا الدوري مثلا في اي سنه ولا كده. طب بنقول الحمد لله. مشيت العاده على كده، اللي هو الزمالك بيجي في شهر واحد الدنيا بتتلخبط معاه وبيخش افريقيا ويتعادل ماتش يتغلب ماتش وفجاه نادي الزمالك بره افريقيا.